بس عليه دم اخوه. يا حبيبي انا اسفه والله. يعني بجد حرام اللي بيحصل ده ولا لا؟ انا دي تالت مرة السنة دي حد يجي يرمي جراوي، يعني لسه يدوب بيتفطموا تحت البيت عندي. حرام ولا مش حرام بجد؟ والمشكلة ان انا عندي السكان هيعملوا مشاكل. طب اللي بيعمل كده انت عشان تشيل من عليك مسؤولية تأذي غيرك؟ حسبي الله ونعم الوكيل بجد، حسبي الله ونعم الوكيل. انا عارفه ان يعني استحاله الاقي حد ممكن يتبنى الامارات دول، بس لو حد قادر يتبناهم يتواصل معايا. انا لما لقيت الكلبين دول مرميين في جراج العماره عندي كان عندي قرار من اتنين: يا المهم وارميهم في اي جنينه تانية وارمي المسؤوليه من عليا زي ما غيري عمل فينا، يا اراعيهم تحت بيتي واطمن عليهم كل يوم وانا نازله وراجعه على الاقل لغايه ما يشدوا حيلهم شويه ويقدروا يعتمدوا على نفسهم، بعد كده انقلهم اي جنينه تانية. لدرجه ان انا طلبت من الجيران ان هم يصبروا عليا وما يعملوش مشاكل لغايه بس ما يكبروا شويه، لحد ما في يوم صحيت على الخبر ده. يا حبيبي بصي ده الدم. حبيبي تعالى. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حبيبي حبيبي حبيبي. بصي 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 بس عليه دم اخوه. يا حبيبي انا اسفه والله اني ما نقلتكش من بدري. معلش يا حبيبي معلش. اللي حصل ان حد من الجيران وهو داخل الجراج ما شافش الكلب وداس عليه، وطبعا الكلب مات في لحظتها. ولما نزلت ولقيت اخوه مرعوب والدم ناشف على وشه ما قدرتش اسيبه واخدته على طول العياده. واللي وجع قلبي اكتر ان اللي مات الحارس خده رماه على الرصيف حتى ما دفنوش، وانا لاني عمري ما استحمل اشوف حيوان ميت في الطريق من غير ما يتدفن كان لازم ادفنه. والله انا مش عارفه اللي بيحصل ده صدفه ولا في حد عارف مكان بيتي وبيجي يرمي الحيوانات، بس هو ده الواقع. انا مش عايشه في جنه، الحيوانات بتموت تحت بيتي عادي، بس طبعا مع ذلك برضو بشيل مسؤوليته. المهم اقدم لكم الاستاذ بطاطا. مش عارفه والله انا سميته بطاطا ليه، بس انا حاسه ان انا سميت كل اسامي الحيوانات اللي في الدنيا وما كانش متبقي غير بطاطا تقريبا. وديت الاستاذ بطاطا عياده، كشفنا عليه والحمد لله صحته كانت كويسه، ونضفناه ومسحنا كل الدم اللي كان عليه، وكمان اتطعم اول جرعه من التطعيمات بتاعته. وحبيبي مع انه كان في تروما فعلا وخايف من كل البني ادمين، بس الحمد لله بالوقت وبالدلع والحنيه رجع لطبيعته تاني. الاستاذ بطاطا لحد دلوقتي مكلفني 8 لعبتين بيسرقهم من العياده ويقعد يعضعض فيهم لغايه ما يجيب اجلهم. لا طبعا حبيبي فداه اي حاجه، المهم ان هو يكون مبسوط وينسى كل اللي فات. الاستاذ بطاطا دلوقتي معروض للتبني على موقع ليف انيمالز، وللي مش عارف ده موقع بيشتغلوا فيه ان هم يلاقوا احسن بيوت للحيوانات اللي محتاجه، بيوفروا عليا وقت ومجهود كتير بصراحه. فاللي حابب يتبنى الاستاذ بطاطا يدخل يملى الادوبشن ابلكيشن بتاعه على الموقع، واللي حابب يشاركني تكاليف اقامته في العياده او تكاليف باقي تطعيماته لحد ما الاقي حد يتبناه يا ريت يتواصل معايا، وادعوا البطاطا ان يلاقي له بيت يعوضه كل اللي شافه من البني ادمين.